اليوم أريد أحكي لكم قصة شاب مسلم يلي ذهب إلى أمريكا على مود يشتغل هناك. هو عاش مع عائلة أمريكية لحد سنة، وكان يعني صار صديق معاهم وكان يأكل وياهم وعلاقة بيناتهم كانت كل زينة. لحد فد يوم الشاب كان اسمه عبد الله، وصاحب البيت كان اسمه ديفيد. قال للعبد الله، قال عبد الله راح يجينا ضيوف لكم يوم، انت تقدر تسكن في السرداب البيت لحد هم يروحون. وعبد الله هم يعني قبل، لان كان هواية صديق ويا ديفيد، بس طبعا كان يدفع لهم ايجار، يعني مال ذاك الغرفة كان يدفع لهم ايجار مال ذاك الغرفة. عبد الله يقول انا رحت لميت غراضي وفراشي ونزلت للسرداب على مود اسكن هناك لحد كم يوم. يقول عبد الله، يقول يوم الاول انا كنت هواي يعني تعبان ونمت، ما حسيت على روحي. يوم الثاني رجعت من الشغل كنت تعبان، شفتهم دي يضحكون وهذا، وانا يوم رحت وياهم قعدت فد ساعة، بعدين حسيت نفسي تعبان، تأذنت منهم وقلت يا اروح انام. يقول أنا نزلت بالسرداب وشوية هيك منا دورت بالسرداب، فحست السرداب شفت باب صغير جوا الدرات صاير، حاولت أفتحها ما قدرت أفتحها. يقول أنا يوم اهتميت رحت نمت. يقول بين نوم يعني كنت نايم وقاعد، شفت واحد يعني عجوز، شايب عجوز، اجا وكمش ايدي قال ساعدني وخذني وادفني بالمقبرة. يقول أنا فزيت من النوم وقمت وشفت يعني باقي ساعة لصلاة الصبح، صليت صلاتي ونمت لحد الساعة 12. قال بعدين صعدت فوق، رحت الريستوران وأكلت المطعم وأكلت ورجعت، شفت مرة ديفيد واقفة بالحديقة، رحت حكيت وياها وحكيت لها حلمي، قلت هيجي حلم شفت. قال هيجي حلم شفت ومرت ديفيد قالت له أبد لا تحكي لديفيد، هذا خليه بيناتنا ولا تحكي لحدا. الشاب المسلم يقول أنا شكيت ليش هيك يعني هاي تقول. يقول أنا هم نزلت للسرداب وشوية استراحت، وبعدين صار ليل وهم اجتمعوا كلهم العائلة وتعشوا، وأنا هم شوية بقيت وياهم وبعدين نزلت للسرداب على مود انام. يقول من كنت نايم هم شفت هذاك الشايب دا يجر رجلي، دا يسحبني من رجلي ويقول ساعدني أرجوك ساعدني ادفني بالمقبرة. يقول أني هم قمت أعيط، يعني عياط يعني صيح وعيط وخايف هواية. شفت ديفيد فوق راسي يقول اصحى اصحى شبيك ليش خايف. قال أني هم قلت له ماكو شي، شفت حلم مزعج ومن هذا يعني صيحت وعيطت. قال لي مو مشكلة، هسه اصعد لغرفتك ضيوفنا راحوا وخذ غراضك وروح. يقول أنا يوم شرت أغراضي ورحت صعدت للغرفة مالتي. يوم الثاني رحت لصديقي المسلم، كان عندي صديق مسلم، قال رحت يمه وحكيت له حلمي. قال أنت لازم تخابر شرطة، لأنهم صاحب البيت أكيد قاتل واحد ودافنه بالسرداب. قال أنا قلت صديقي شلون يعني أنا أحكي يعني أخابر شرطة وأقول لهم يعني صاحب البيت دافن واحد بالسرداب، بس أقول لهم لأن أنا بس شفت حلم، يعني ما عندي أي إثبات أو أي شيء على مود أثبت هذول كاتلين واحد ودافني بالسرداب. قال أنا هم رحت للبيت وهم مرتلاخ بالحلم من بالغرفة مالتي شفت نفس الشايب العجوز يقول ساعدني، يعني هذا ثالث مرة يقول له ساعدني. قال أني هم قلت هذا ما يصير، لازم أروح بالسرداب وأشوف شنو أكو بالسرداب، ذاك الباب الصغير فتحه وأشوف شنو بيه.
قال أنا كيف يعني ديفيد كان بالبيت كنت ما أقدر أنزل للسرداب لأن ما كانوا يقبلون أني أنزل بالسرداب وأشوف شنو هناك. قال لي حد صار فرصة وفرصة عمل ديفيد، هو راح غير مدينة على مود يشتغل، ومرته هم صبح طلعت على مود تاخذ أولادها للمدرسة. قال أني هم انتهزت الفرصة ونزلت بالسرداب وفتحت الباب، يعني بكل قوتي فتحت الباب. قال من فتحت الباب الصغير شفت اكو تابوت بيه. قال طبيت ذاك الغرفة الصغيرة وفتحت التابوت، شفت جسد هذاك الشايب اللي أشوفه بالحلم موجود بس بالتابوت. الشاب يقول أني خابرت الشرطة من مرته جتي، قالت هواية عصبت علي، قالت هذا جزائنا، يعني هيجي ترد الزينية مالتنا إنه تخابر الشرطة علينا. المهم قال شرطة لزم ديفيد ويعني سجنه، وقال بعدين اتضح بأن ديفيد وهذا الشايب كانوا عندهم يعني بيزنس مع بعض، ويعني كانوا كلش أصدقاء، بس صار اختلاف بيناتهم لأن الشايب كان مطلوب الديفيد 200,000 دولار، وكان ينكره يقول لا أني بس 100,000 دولار مطلوب إليك، وما كان يعني يريد يرد فلوس ديفيد. قال بالأخير صار عركة كبيرة بيناتهم، وديفيد كتل الشايب ودفنه بالسرداب مال بيته. ويعني هذا القصة هيجي صارت، يعني هذا أخذ جزاء بهذا الدنيا. سبحان الله، كل واحد ياخذ جزاءه. أكو ناس ياخذون جزاءهم بهذا الدنيا، وأكو ناس ياخذون جزاءهم بالآخرة. إن شاء الله عواقبنا تكون سليمة يا رب. وإذا عجبكم القصة اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي، وشكرا لكم.